أنا بفكر أعمل حاجة جديدة ومجنونة في نفس الوقت. قلت لها إيه هي؟ قالت لي أنا عاوزة أجيب صاحبتنا التالتة تكون معايا وأخليه يبدأ معاها هي الأول وأتفرج عليهم، وبدل ما كنت بتفرج على أفلام قبل كده أتفرج على الواقع، ولما أتعب من اللي بشوفه منهم وهم سوا أخليه يكمل معايا بعد ما يخلص معاها. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم. النهاردة هحكي لكم حكاية غريبة ومثيرة حصلت معايا ومع أقرب صحابي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي منال، عندي 38 سنة، من القاهرة ومش متجوزة، عايشة مع والدتي بعد وفاة والدي، وعندي أخت أصغر مني لسه متجوزة من 6 شهور. كمان عندي 2 من أقرب صديقاتي، واحدة متجوزة والتانية لأ، وعلاقتنا قوية جدا من زمان. صاحبتي المتجوزة كانت دايما بتحب الأفلام، وكنا بنروح عندها عشان نتفرج على أفلام جديدة مع بعض. كانت تجربة ممتعة جدا لينا وكنا بنستمتع بيها. بعد جوازها اتغيرت الأمور شوية وما بقيناش نتقابل زي الأول، بس بعد فترة قررنا نرجع نقعد مع بعض ونتفرج على أفلام زي زمان. مع الوقت لاحظنا إن كل واحدة فينا بتتعامل مع الحياة بشكل مختلف. صاحبتي المتجوزة كانت بتتكلم عن اختلاف توقعاتها عن الحياة بعد الجواز، وحكينا مع بعض كتير عن التحديات اللي ممكن تواجهنا. في يوم من الأيام والدتي طلبت مني أروح أقعد مع أختي اللي كانت لسه والدة جديد، وده كان أول مرة أقعد معاها فترة طويلة. وقتها لاحظت حاجات غريبة بتحصل بالليل زي أصوات أو حركات في البيت، وده خلاني أشعر إن في حاجة مش طبيعية. فضلت أتابع وراقب من بعيد وبدأت أكتشف تفاصيل غريبة في حياتهم اليومية. الحكاية دي كانت مليانة مفاجآت ومواقف ما كنتش أتوقعها أبداً، وخلتني أشوف الحياة من زاوية تانية. وسمعهم ربع ساعة وكان جسمي بيترعش ساعتها، وقلبي كان بيدق جامد، لأني أول مرة في حياتي أشوف أختي وجوزها في موقف زي ده. وفي نفس الوقت بقيت أتفرج وسمع صوت التزييق ده، وكنت بريح نفسي وأنا واقفة وبتفرج عليهم. وكانت أختي خلاص بقت كويسة جدا والمفروض إني أمشي من عندها، بس الموضوع كان لافت انتباهي قوي، واتحججت إني هقعد معاها علشان أنا بحب المولود الجديد وإن أنا قاعدة علشانه. لكن الحقيقة كانت مختلفة، وفضلت قاعدة عندها حوالي 3 شهور. كل يوم ما نمش وافضل مركزة في اللي بيحصل مع أختي، وممكن أفضل صاحية لحد الصبح علشان ببقى عايزة أفهم أكتر اللي بيحصل. لحد ما جت فكرة في بالي، بدل ما أنا بستنى كل يوم عشان أسمع أصوات معينة، قلت هسجل الصوت ده وابقى أسمعه وقت ما أحب. وفعلا استنيت. أول ما حسيت إنهم هيبدأوا رحت قايمة بسرعة ومشغلة الموبايل علشان يسجل الصوت، ورحت حاطة الموبايل تحت الباب علشان يسجل الصوت كويس. وفعلا سجلت كل حاجة ورحت من عند أختي، وبقيت لما أقعد لوحدي أو أمي تنام أشغل التسجيل اللي أنا كنت مسجلاه واسمع الصوت لوحدي. وبصراحة كنت بحس بشعور غريب وأنا بسمع، وده خلاني أفكر كتير في حياتي والمستقبل. رجعنا نتقابل أنا وأصحابي البنات في شقة صاحبتنا، ورجعنا نتكلم عن حياتنا العادية، بس أنا قلت لهم إني مش مبسوطة زي الأول، وإني محتاجة أغير أسلوب حياتي وأفكر بشكل جديد. صاحبتي قالت لي: يا حبيبتي لازم تراجعي نفسك وتفكري كويس في قراراتك. قلت لها: فعلا أنا محتاجة أغير طريقتي وركز أكتر على حياتي المستقبلية. بدأنا ندخل على النت ونتكلم عن مواضيع مختلفة، وكنت بدور على حاجة تسعدني، وفي نفس الوقت كنت بحكي كل حاجة لأصحابي البنات، وقلت لهم إني محتاجة أبني علاقات جديدة وغير أسلوبي في التعامل مع الناس. صاحبتي المتجوزة قالت لي: الموضوع مش صعب، بس أهم حاجة تركزوا على حاجة تفيدكم وتبني مستقبلكم. بتقولي: الدنيا عندي بتكون فاضية لحد الساعة 8 بالليل، وأنا هسيبكم براحتكم. رحت متصلة بيه وقلت له أنا عندي مكان خلاص ممكن نتقابل فيه. قال لي: فين؟ قلت له: في شقة واحدة صاحبتي. قال لي: انتي بتهزري؟ قلت له: لا والله، هي متجوزة، بس عارفة اللي بينا وهي ليها أصلا في الموضوع ده. قال لي: يا دي بقى، واحد من أصدقائي معايا. قلت له: لا، أنا ما قلتلهاش حاجة زي كده. قال لي: ماشي، واتفقنا على اليوم اللي هنتقابل فيه،
واديته العنوان وكل حاجة. وفي اليوم ده الصبح الساعة 9 قابلته قبل ما نطلع عند صاحبتي، وكان شاب ملامحه جميلة أصغر مني ب10 سنوات، كان عنده 26 سنة. رحت متصلة بصاحبتي قلت لها إحنا دلوقتي قريبين من البيت، نطلع؟ قالت لي تعالوا الدنيا عندي تمام، ورحنا طالعين. أول ما دخلنا راحت صاحبتي مسلمة عليه وعليا، ورحنا داخلين أوضة وقفلنا الباب علينا، وصاحبتي فضلت برا. الشاب ده خلاني مش قادرة أتنفس من شدة الانفعال، وكان إحساس جديد بالنسبة لي. كنت مبسوطة جدا لدرجة ما حدش يتخيلها. فضلنا جوه في الأوضة ساعتين قافلين الباب علينا، لأنه بعد ما خلص مرة طلب مني مكمل مرة تانية، وأنا كنت مترددة لكن استمريت معاه لحد ما انتهينا. بعدها خرج ودخل الحمام، وبعدها جالي وقال لي أنا هنزل بقى. وبعدها دخلت استحميت وخرجت، قعدت على الكنبة وأنا حاسة إني مش قادرة أدوس على الأرض. لقيت صاحبتي بتقولي ما لسه بدري، إيه يا بنتي كل ده أنا جوزي لو قعد 5 دقايق معايا يبقى عمل إنجاز. قلت لها بقولك إيه، اسكتي أنا مش قادرة أتكلم، اعملي لي أي حاجة مسكرة لحسن حاسة إني دايخة قوي. دخلت المطبخ عملت لي عصير وقالت لي يا بختك. قلت لها عاوزة تجربي؟ قالت لي يا ريت. قلت لها خلاص. هو لما عرف أصلا إني هقابله عند صاحبتي قال لي أجيب واحد صاحبي معايا، وأنا قلت له لأ. قالت لي خلاص شوفي المرة الجاية هتبقى إمتى وقولي له يجيب واحد صاحبه معاه، بس يكون واد قمر وجامد كده زيه. قلت لها ماشي. تاني يوم بالليل لقيته بيتصل بيا وبيقول لي وحشتيني قوي. قلت له يا ابني حرام عليك، لحقت وحشك؟ ده احنا كنا مع بعض امبارح. قال لي والله وحشتيني قوي، وما كنتش أصلا عاوز أسيبك وانزل، بس عشان كنا قاعدين في بيت صاحبتك فكان لازم أنزل. بعدها قلت له وأنا كمان ما كنتش عاوزة أسيبك لأني كنت مبسوطة قوي 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 وأنا معاك. ولقيته بيقول لي هنتقابل إمتى تاني؟ قلت له ممكن على الأسبوع الجاي، بس أنا كنت عاوزة أطلب منك طلب. قال لي إيه هو؟ قلت له كنت عاوزاك تجيب واحد صاحبك معاك بس يكون شبهك كده بالظبط، بدل ما صاحبتي بتقعد لوحدها وإحنا جوه. قال لي ماشي، هشوف واحد صاحبي كده وهقولك. واليوم اللي بعده قال لي أنا كلمت واحد صاحبي وهيجي معايا المرة الجاية. قلت له تمام قوي، ورحت مكلمة صاحبتي قلت لها خلاص في شخص هيجيلك يا ستي علشان ما تقوليش إني حرمتك من حاجة، واتفقنا على اليوم. قابلته هو وصاحبه وطلعنا شقة صاحبتي وكانت مجهزة لينا عصير. أول ما دخلنا شربنا العصير اللي هي عملته، وأنا أخدت حبيبي ودخلنا الأوضة اللي كنا فيها المرة اللي فاتت، وهي خدت صاحبه ودخلت أوضة النوم. واليوم ده كان مختلف عن اليوم اللي قبله خالص، لأننا بقينا إحنا الاتنين أنا وصاحبتي بنصوت عالي وسمعين أصوات بعض وهم نايمين معانا. والمرة دي حسيت إنه بيفرض عليا حاجات مش مرتاح لها، كأنه في منافسة هو وصاحبه على مين هيخلي الشخص اللي معاه يظهر ردود فعل أكتر. وظلوا معانا لحد ما حسينا إننا إحنا الاتنين تعبانين ومش قادرين نكمل. كل واحدة فضلت نايمة في مكانها، وهم دخلوا الحمام ظبطوا هدومهم ونزلوا. وبعدها بنص ساعة قمت لقيت صاحبتي قاعدة في الصالة وساندة راسها على الترابيزة ومش قادرة تتكلم. بقول لها مالك؟ بتقولي مالك ايه يا بنتي؟ ده الشخص ده صاحبه وتصرفاته مش كويسة وكان عاوز يكمل تاني، وانا اللي قلتله كفاية لانني تعبت. قلت لها جايباهم منين؟ قالت لي عيب عليكي، ده أنا ما صدقت لاقياهم يجولنا ونتقابل في شقة صاحبتي على طول لما جوزها بيكون في شغله. لحد ما لقيت صاحبتي بتقولي أنا بفكر أعمل حاجة جديدة ومجنونة في نفس الوقت. قلت لها إيه هي؟ قالت لي أنا عاوزة أجيب صاحبتنا التالتة تكون معايا وأخليه يبدأ معاها هي الأول واتفرج عليهم، وبدل ما كنت بتفرج على أفلام قبل كده أتفرج على الواقع، ولما أتعب من اللي بشوفه منهم وهم سوا أخليه يكمل معايا بعد ما يخلص معاها. قلت لها دي فعلا فكرة جديدة، وقالت لي أنا ماليش دعوة، أنا الشخص اللي بيجيلي ده كافي بالنسبة لي ومش حاسة إني عاوزة أي حاجة تانية. قالت لي أنا هجرب وهشوف. وفعلا كلمت صاحبتنا التالتة، ولما صاحبتنا دي عرفت إن في 2 شباب بيجولنا زعلت قوي إننا مش عرفناها من بدري، وقلنا لها إنهم 2 بس ورفضوا إن يكون في حد تالت معانا. وفعلا اتقابلنا إحنا ال3 مع الشابين، وأصحابهم دخلوا أوضة النوم مع الشاب ده. وصاحبتي التالتة دي اللي هي مش متجوزة رفضت إنها تعمل أي شيء، واكتفت بس إن هو يقرب منها من غير ما يتجاوز حدود ما يناسبها علشان تظل محافظة على شخصيتها.
وحالياً إحنا التلاتة بنقابل الشابين دول عند صاحبتي في شقتها، وبقينا مدمنين للموضوع ده ومش قادرين نبطل. حتى لو واحدة فينا جات وقالت أنا مش هاجي تاني أو مش هعمل كده تاني، بنلاقيها رجعت لنا تاني. وفعلاً مش قادرين نستغنى عنهم لدرجة إننا بطلنا نتفرج على أي أفلام بعد ما اتفرجنا عليهم. إحنا مش عارفين نعمل إيه في الموضوع اللي بدأ من زمان قوي بسبب فرجنا على الأفلام دي، ومش عارفين نعالج الموضوع ده إزاي. اللي عنده رأي أو نصيحة لينا إحنا التلاتة يكتبها لنا في التعليقات. ووصلنا لنهاية القصة. كانت معكم ريتال ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.